ازيكم يا جماعة؟ ايه الدنيا؟ عاملين ايه؟ معاكم الراوي الحكاي اللي مكمل ياري حبة كمان يوسف شريف. حلقتنا النهاردة موضوعاتها كالآتي: الغنى السريع، النتوركينج وغيرهم كتير. فيلا بينا، سواء كنت في الطريق أو على كنبتك في البيت، شد كرسيك أو ربع على كنبتك أو رايح على البين باك بتاعك يا انتربرنور بتاع الستارت اب، كوباية الشاي بلبن أو القهوة التركي أو حتى مج النسكافيه، ويلا بينا يا باشا واركوا يا هوانم في حلقة جديدة. عدوا معايا: 1 2 3 والحكاية والرواية. كان اسمه ايه؟ واحد، واتنين وتلاتة. طب ايه كانت ايه؟ التيت والشريط يمكن. مم. لا. طب القصة والحدوتة؟ لا برضو. امال ايه؟ اه افتكرت، دي الحكاية والرواية. طب مش يلا بينا؟ لا بس بجد بجد، ايه رأيكم؟ الانترو الجديدة رهيبة صح؟ عارف طبعا. مش محتاجة. زي المهم، خلينا ندخل في الموضوع بسرعة. ما عندكوش مشروع كده ولا أي حاجة كده سبوبة بس نمسك فلوس؟ طب بلاش، هقولكوا على حاجة. أنا هبيع لكم منتج بسعر غالي جدا، وكل ما تبيعوه تاخدوا ربح ونتغني كلنا. ايه رأيكم؟ عارفين السيناريو ده عدى عليكم؟ مفيش قعدة قهوة إلا وكان موجود فيها. أكيد سمعتوه صدفة حتى لو التفاصيل مختلفة أو المواضيع مش هي. وهنا تبدأ حكايتنا، إن كلنا أكيد كان نفسنا في كميات هائلة من الفلوس، يعني نقعد نحرق فيها ما بتخلص. أكيد. بس الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها فلوس من الهوا، لازم تعمل حاجة عشان توصل لحاجة. والمادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، كلنا عارفين ده. بس هو ايه اللي بدأ الموجة دي؟ موجة النيتوركينج، الكلمة الجديدة دي اللي هي بيتقال عليها التعريف بتاع اللي هو التسويق الشبكي يعني. المصدر لكل أحلام الثراء الزائف السريع اللي هي الدنيا. ومش مقتصر على مجموعة أو فئة معينة. إحنا من أول أبويا لحد أخويا دلوقتي الصغير، كل جيل بيعدي لازم يطلع له سبوبة، لازم يطلع له حاجة، إن مشروع يعمل حاجة لو دفع فيها فلوس أوكي وفلوس كتير هيكسب ويصبح مليونير في أقل من 20 يوم، بل إن هو هيعدي بيل جيتس وإيلون ماسك وجيف بيزوس وهيكسر الدنيا. طب خلونا نشوف اللي هيحصل، تعالوا. أوكي، خلينا نرجع لورا حبتين للعشرينات كده أو تلاتينات القرن الماضي، حيث بدأ نظام تسويق جديد مرة، هو مالتي ليفل ماركتينج أو التسويق متعدد المراحل. ده فكرته كانت بسيطة أوي: أنا مش محتاج غير مجموعة من المنتجات أو البرودكتس وكرو شغل صغير جدا. الموضوع هيبدأ إن أنت ككاستمر عايز تكسب، صح؟ يلا بينا. هتشتري مني كورس، جهاز، لعبة، كتاب أو غيره من الخدمات، أي حاجة. بس في كاتش صغيرة أوي، هقولك الماجيكال وورد اللي هتغير حياتك. عارف لو قدرت تجيب لي 2 كمان هتاخد نسبة من اللي هيشتروه. وهنا أعزائي جه فخ ريتيل والكوميشن. الكورس قول ب2000، مش أغلى حاجة مش أرخص حاجة. بس لو جبتلي 2 من صحابك، عيلتك بقى، معارفك، زمايلك، مش مهم مين، المهم إن أنت لو خلّيت نفرين كمان يشتروا، هتاخد على الواحد فيهم 500، يعني الاتنين ب1000، لأ وكمان على كل حاجة هيجيبوه تاخد 200. إيه رأيك؟ عرض ما يتفوتش صح؟ وهنا تقع المشكلة، لإن إحنا أعزائي مع احترامي لكل اللي بيسمعوني يعني، آمم، إحنا أنا بتاع computer science غيري بتاع هندسة، غيري بتاع زراعة، غيري بتاع أدب، غيري بتاع مش عارفة إيه، غيري واقف على عربية بطاطا، مع احترامي لكل بتوع عربيات البطاطا. بس الأهم إن إحنا كلنا مش بتوع marketing and sales، واللي فينا كجافة حلو، يعني المَلَكة بتاعته وكُلّه فُل وربنا يوفقه فيها. بس أنا مثلًا ممكن ما اعرفش أبيع، غيري ممكن يعرف شوية، غيرنا ممكن شويتين بس لأ مش هيعرف.
وهكذا، وهكذا، وهكذا. كده، فنوصل من ده لإيه، إن الموضوع أصلًا متوقف على العميل، فأنت لو ما عرفتش تبيع فأنت بتخسر وِش من قبل ما نبدأ، بس الأهم كمان إن هنا بيتكوّن شجرة، ولو أنت عَج بتاع أرقام زيي أوكي، وspoiler alert لأي حد ما بيحبش الأرقام الكتير، أنا هاحشي الحلقة أرقام دلوقتي، يالّا بينا. لو أنت جيت تحسب اللي قُلناه، هتلاقي إن مدير الشركة كسب منّك 2000 زائد كل حد من صحابك الاتنين اللي جبتهم 2000 برضه، فكده 2، 4، 6 زائد لو كل واحد من صحابك جاب 2 فكده 4 كمان 8، 10، 12، 14 يعني مدير الشركة اللي بيبيع لك كسب 14,000 جنيه. طيب أنت دفعت 2000 وكسبت 1000 من صحابك عشان جِبت نفر ونفر ف500 أوكي على كل واحد، و800 بسبب صحابهم اللي هم عشان 4 في 200 وهكذا، فالصافي أنت إيه، أنت خسران 200. طب صحابك واحد دفع 2000 أوكي، أو كل واحد فيهم دفع 2000 وكسب 1000 عشان كل أصحاب من اللي هو جايبهم، فصافي إيه، خسران كل واحد من صحابك دول خسران 1000. طب صحابهم لأ، هو أصحابهم يعني هو ما شاء الله عليهم كل واحد خسران 2000 هم ما كسبوش حاجة. طيب لو جينا حتى قُلتوا لي لأ، طب ما الفلوس اللي اتدفعت دي ومش عارفة إيه، ما أنت ما إحنا كسبنا فلوس يعني صح أنت وأصحابك كسبتوا فلوس، فأكيد لأ، الفلوس دي مش رايحة هدر صح؟ أو هتتحسب من حاجة يعني أنت إيه كل واحد من صحابك واخد كام 1000 وأنت واخد 1000 برضه كده 3 مثلًا وفي 800 ليك يا عم قُل 1000 كمان 4، 4 ناقص ال14 هتمّوا يعني هو برضه كسبان 10 وكل واحد فيكم خسران، ما اختلفناش في حاجة. طب متخيلين ده معناه إيه؟ يعني حد ييجي يقول لي لأ، بس اللي خسروا دول لو اشتغلوا هيكسبوا، فالحسبة تضبط، هاروح أرد عليه بحاجة بسيطة أوي إنه الleaves أو الأوراق بتاعة شجرة الnetworking دايمًا خسرانين، عمرهم ما هيقدروا يكسبوا، طالما أنت آخر واحد اتباع لك فأنت دايمًا خسران unless قدرت تلبّس واحد تاني، هنا مش بيبقى إن أنت تبيع، هنا أنت بتحاول تعوّض خسارتك عشان ما تكونش خسران بس كده. طيب أنتم عارفين إن على مدار ال15 سنة اتعمل دراسة على أكتر من حوالي 350 شركة مثلًا، عارفين نسبة اللي بيخسروا فلوسهم كام؟ قولوا رقم كام بالله عليكم، جربوا. 20، 50، 70، 80 حتى؟ لا، 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 لا يا جماعة مش للدرجة يعني 99.6% بيخسروا. يعني أقل من 1% بيكسب، يعني لو شركة فيها 25 موظف مدورينها والناس اللي اشتروا دخلوا في الحوار من الcustomers أو من العملا 225 واحد يعني الtotal الموظفين بالعملا 250 فاللي هيطلع كسبان من اللعبة دي كسبان مش باقول إن هو ما خسرش أوي، مش هاقول إن هو عوّض فلوسه كسبان كسب فلوس دخلت فلوس جيبه هو واحد بس اللي مدورها. فهمتوا قصدي. طيب خلّينا نفكّر في حاجة كده، ليه ممكن حد عاقل راشد بيفكّر يعني بني آدم ييجي على دماغه خاطرة كان هو ممكن ييجي له فلوس من الهوا؟ أصل let's be real معظمنا قادرين إن هم يميّزوا النصبايا في شراء حاجة مثلًا. لو أنت رُحت تجيب قلم جاف الروتو اللي أنت بتكتب بيه من ابتدائي ده، رُحت للبياع قال لك 50 جنيه، أنت هتسيبه كِبْش، ده لو ما اتخانقتش معاه أصلًا و50 جنيه ليه هو بيكتب لوحده والعته اللي إحنا بنعمله ده كُلّه. طب ليه مش بنقدر نحدد هل اللي قدامنا ده نصبايا والّا لأ في المواقف دي بالذات؟ ببساطة عشان بنعتبر إن الموضوع مكافئ، بمعنى إن إحنا لو حد عرض عليَّ أشتري حاجة بس السعر غالي شوية، بافكر عشان ممكن ألاقيه أرخص أو ممكن الموضوع يكون فيه إنّة، بس لمّا آجي أقول لك إن أنت مقابل مبلغ صغير ممكن تكسب آلافات، فأكيد 100 أو 200 مش حاجة أوي، كده كمان مش باتكلم مش حاجة إن هي فلوس تتحرق عادي، أنا باتكلم إن مقابلة للآلافات المؤلفة
لأ هي مش حاجة أوي. طب لو عوزت كمية تاني بعديها شوية، هتيجي لك طبعًا عشان أكسب الآلافات. طب لو 200 بعدها، ليه لأ؟ وهكذا. السر في إن أنت تخلّي اللي قدّامك بيخفض حذره شوية بشوية، إن أنت تكسب ثقته وتخلّيه underestimate اللي جاي ده. بس خلّي بالك إن أنت لازم تخلّيه يثق إن اللي رايح ده في منّه راجع. أقول لكم على حاجة، هاحكي لكم على حاجة. أحمد فريد، لأ مش الممثل، واحد كان معايا في المدرسة، كان جه في وقت كده بييجي يستلف منّي 5 جنيه، فادّيها له ويرجّعها لي تاني يوم، وكُلّه فُل عيال في بعضهم يعني مش حوار، لحد ما جه وقت تقريبًا لو أنا فاكر صح قعد يستلف منّي كتير ورا بعض، ولا 20 يوم ورا بعض مثلًا والّا حاجة، وأنا فاكر الرقم عشان هو كان وصل إن هو قفّل 100 جنيه. which is كان رقم كبير ساعتها وإحنا أطفال وstill رقم still دلوقتي. هنا أنا فُقت، اللي هو أنا اللي كان بيحصل إن أنا قاعد باخسر مش باكسب، يعني حتى لو كده كان معايا ال5 جنيه دي ما كانتش هتعمل حاجة أوي، بس كل اللي طلع من عندي مش بيرجع، كل ده عشان أنا قللت حذري، لقيت إن الفلوس بتخلص مني وهو ما بقاش يرجع. هنا رسمت خط، العجا كان بيرسموه بيحصل سيناريو من الاتنين ما لهمش تالت عادةً، يا رقم 1 إن هو هيختفي من غير ما يسجّل لك أي حاجة، إن صاحبك حوجة اللي قاعد بيشغّل لك فلوسك في البورصة بقى له 10 سنين أهو ساحب منّك فوق ال20,000 جنيه، لمّا تيجي تقول له لأ خلاص أنا عايز فلوسي دلوقتي مش هتلاقيه كده، سافر على أوغندا خلاص. على أساس إن هو الفلوس عطلانة، فهيجيبهم لك بقى بطريقةٍ ما، هيروح هيجيبهم لك بالربا، هيروح مركّبك قطر سكة إلا ربع بس. أو يعمل زي فريد وييجي تاني يوم يدّيني ال100 جنيه بتاعتي كاملة، فأبقى ما خسرتش حاجة على أحسن الأحوال. أي نعم فريد رجع بعدها بتاني يوم، لأ والله مش كان بحسّتين، رجع خَد منّي 5 جنيه تاني بس ما علينا، دي نقرة ودي نقرة. فاختصارًا يعني إن concept الثراء السريع من مبالغ معدومة هو مش حاجة واقعية، ولا حتى في أقوى الأسواق الrisky زي الكريبتو وغيره، عشان skill بتبقى محتاج تضخ كميات مهولة من الفلوس عشان تقدر تطلع بحاجة. ييجي حد يقول لي طب ما في ناس بس الحظ بيلعب معاهم والبخت بيرافقهم وحوارات كتير كده أستغفر الله يعني. وييجي اللي اشترى البيتكوين في 2017 ب5$ ودلوقتي بقى معاه 25 مليون جنيه استرليني. هي skill هي يا جماعة ما طلعتش من الهوا، إن skill $5 ساعتها لأ، هي كانت تعمل حاجة، skill هو كان بيشتري في حاجة شبه ما لهاش قيمة أوي، وهو كل جاب skips كل جاب حاجات محسوبة. يعني كل ده بإن هو في ناس اشترت البتاع ده مش مدركين إيه هو، بس طلع استثمار كويس. بس overall الكريبتو ده لمّا جه بيعلى، لمّا البيتكوين عِلِت، هي عِلِت لسبب، الأسهم لمّا تعلى لسبب وتنزل لسبب، في شغل بيحصل ورا، في قرارات بينتج عنها اختيارات مهمة، بينتج عنها تغيرات، بينتج عنها إن السهم ده يعلى أو ينزل أو يروح أو ييجي. فهو ما فيش حد بيجريني من الهوا، ما فيش حد بييجي كده إن أنا هاشتري كذا هيغلى. أبسط حاجة في الدنيا الدهب والفضة اللي قاعدين بيكتنزوا فيهم بقى لهم شهرين دلوقتي دول، حتى دول هو مش فكرة إن هو الدهب بيغلى. هو الدهب موجود، بس الفكرة إن هو الدهب سعره معمول له anchor، يعني سعره مش بيتأثّر بحاجات زي التضخم مثلًا. عشان كده هو محافظ على قيمته وعشان كده هو بيغلى، لإن العملة تمنها أو قيمتها بتقل في المقابل وهكذا، بعيدًا عن كلام الbusiness يعني، بس أنا باتكلم overall إن ما فيش حاجة اسمها إن أنا هاحط 5 جنيه هتيجي لي بعد كده مليون وهاحس إن ده هييجي، لأ ما هو يا هتكون حاجة شيء أوكي، إن غسيل أموال مثلًا أو حاجة،
يا هيكون إن أنا باحطها في عجلة أكبر تقدر تطلّع استثمارٍ ما فييجي لي أرباح منّه، فساعتها نقول إن إن ال5 مع ال5 مع ال5 مع ال5 لمّا وصلنا هنا جه بقى بكذا، وبرضه مش هيكون الربح الهائل بس الconcept نفسه. طيب غير الunderestimation أو إن أنت تعتبر إن الموضوع بسيط، أصل أكيد في سبب يخلّي الناس تحاول إن هي تجيب فلوس كتير بطرق عبيطة، والموضوع في الحقيقة بسيط أوي، بسيط لدرجة إن هو ببساطة جشع. والله هو جشع عادي، ومع حبة أسباب من فجر التاريخ يعني، بس خلّيني أشرح لكم من فهمي من اللي قريته. تعالوا نرجع لجدي بتاع عصور الكهف والعصور القديمة، كوقت رجال الكهف يعني، لو جه اصطاد غزالة صغننة ده أحسن ولا لو اصطاد غزالة كبيرة؟ أكيد الكبير. طب ليه؟ عشان ببساطة ده أكل أكتر، فيقدر الشخص ده يستفاد بيه إن هو ياكله يشبع عيلته، وحتى عم لو فاض هيقايد بيه ويكسب حاجات تانية وهكذا. فلو هنحطه كسبب أول كده فهو ده كده السبب البيولوجي أو نتيجة لغريزة النجاة وهكذا، إن أنت بتحاول دايمًا تحفظ موارد، كده إن لأ يا عم الساندوتش واحد مش هيكفّي، زي إن أنت أبسط حاجة لو أنا جيت أقوم دلوقتي هاعمل إندومي، فقررت إن أنا هاعمل كيس والّا كيسين، أنا محتار أنا جعان دلوقتي، قُلت طب ما أنا لو عملت كيس ممكن ما اشبعش، فهاضطر ساعتها لسه أقوم وأعمل كيس تاني ومش عارفة إيه، فاحرق طاقة أصلًا وحوارات، وإحنا هنا مش بنتكلم على عملية عمل الإندومي، إحنا بنتكلم على concept الأكثر efficiency أو الحاجة الefficient أكتر عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا. طب لو عملت كيسين، لأ ما أنا كده هاكون باستهلك موارد كتير، وممكن أصلًا أشبع من نُص إندومياية هكذا. ده كان السبب الأول البيولوجي. طب السبب التاني إيه؟ السبب هيبقى ما يمكن تسميته الخوف من النُّجرة أو بالبلدي كده مش عاملين حسابنا syndrome اهم، اللي هو أنت في إعدادي وعندك مادة زي العربي، مادة معقربة سِكة وجوريا، فتيجي الsyndrome أو المتلازمة بشكل إنك لازم تشتري كل ملازم المدرسين والكتب الخارجية أو ما يتيسر منها، عشان ما يجيش عليك وقت وأنت تذاكر تلاقي إن في حاجة أنت مش عارف تذاكرها أو ما حلّيتش عليها كفاية عشان ما كنتش عامل حسابك وكده. ده اللي بيوصّلنا للpoint الأساسية، إنك بتحاول تجمّع فلوس كتير عشان تبقى عامل حسابك على كل حاجة، وعشان الأكثر عمره ما هيضر، بس على الأقل مش هييجي بعجز، رغم إنه الأكثر ممكن يبقى فائض ولو ما اتحلّش صح هيبوظ وييجي بضرر، وعشان كده الجشع سيء في الأساس يعني عشان بيحاول يلغي قاعدة ثابتة بتاعة ما زاد عن حده انقلب لضده. ده بيخلّينا نوصل إن إحنا لازم نحاول نبُص باعتدال أكتر، لعل ده يساعدنا إن إحنا نتخلّى عن الجشع اللي بيخلّينا نجري ورا أحلام الثراء الزائف وهكذا يعني. وبرضه حاجة كمان هي دي الصراحة out of the script بس عشان افتكرتها، آمم ممكن تدخلوا على اليوتيوب أوكي، وتبحثوا عن قناة يوتيوب اسمها عبد الله ناموس، يعني واحد صديقي يعني، بس أنا مش جاي أعمل له إعلان يعني، بس عشان هو كان شرح نقطة معيّنة أوكي، هو شرحها أفضل منّي، أنا هاحاول أشرحها هنا، بس هو شرحها أفضل منّي، على حتّة السناتر الدروس الخصوصية بتاعة ثانوية عامة، لإنّها ممكن أضيف دي كنقطة تالتة عامةً، أو دمج ما بين النقطتين الأولى والتانية، ولكن هو إن عبد الله صديقي كان اتكلّم في نقطة الأمان، إن أنت كل ما بتروح تشترك في سنتر أغلى، سنتر مشهور أكتر، سنتر المدرس بتاعه عامل بروباجندا بنت لذينة وبيعمل ملازم ومراجعات، كل ما أنت بيكون جواك شعور بالأمان إن أنت هتكون تمام، مهما يحصل لأ أنا خلاص أنا معايا السنتر المنقذ، خلاص أنا مش محتاج حاجة تاني. ونفس الكلام مع الفلوس، إن طب ما أنا ممكن أضغط على نفسي الشهرين دول كده بس هادّي الفلوس لخوجة صاحبي هيدوّرهم لي في البورصة عشان يكون معايا فلوس زيادة عشان لو اتزنقت كده، لإن دايمًا الفلوس بتدّي شعور بالأمان الزائف، وهو مش فكرة إن الفلوس مش مهمة أو مهمة، بس فكرة بكل بساطة
إن الحاجة اللي بتفقر هي الأزمات أو هي المشاكل اللي تعدّي لو حد تعب، لو حد حصل له حاجة لا قدّر الله، كده فساعتها إحنا بنحتاج الفلوس ولا نختلف كلّنا في ده. بس دونًا عن كده إن أنت تجمّع فلوس كتير، 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 ده مش بالضرورة إن هو هيدّيك هذا الأمان، اللي ممكن يكون معاك مليون فييجي لك مرّة عقبال لا قدّر الله محتاج مليار، فهو still ما فيش ضمانة ل للحماية من الابتلاءات بمعنى آخر يعني، خصوصًا لو الحل بتاعك هو الاعتماد على الفلوس يعني. وبس كده، خلصت حلقتنا النهارده، أرجو إن الحلقة ما تكونش مزعجة، لإن أنا الحلقة كانت تقيلة على قلبي أوي، بس هي كانت حاجة لازم أتكلم فيها الصراحة يعني ما كنتش هاجي، أكتر من كده ما كانش هينفع. وطبعًا الschedule مضروب بالنار، ما فيش حلقات تنزل مسبوقة، بس خلّيني أقول لكم إن في حلقة freestyle نازلة قريب. حد هيقول لي إيه الحلقة الfreestyle جاية فورمات أنت ما قُلتش عليها قبل كده، الحلقة اللي فاتت كنت هاتكلم إن أنا هاسجّل حلقة بدون script، فده نوعًا ما الحلقة اللي بدون script يعني، بس جالك أحسن مما تصوّرت يعني. عقبال بقى تسمعوا إيه، تنزل الحلقة اللي بعديها الله أعلم إمتى. أتمنى لكم إنكم يومِك يكون بخير، وما تنسوش كده أخواتكم في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويجعلهم في حال أفضل يعني دايمًا. وبما إن رمضان جاي، فرمضان كريم عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، ويجعله كده شهر الخير والسعادة لينا كلنا، وإن شاء الله، إن شاء الله لو الجمعة ما ضغطتش عليَّ أكتر من كده ه هاحاول أعمل حلقة من حلقات رمضانيات، عشان في حاجة عايز أتكلم عليها مهمة جدًا، برضه من الحاجات الشرائع العابرة للحضارات يعني، فإن شاء الله سلسلة رمضانيات هترجع في حلقة at least يعني. بس أتمنى لكم سعيد، أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. يعني قولوا لي رأيكم، قولوا أي حاجة عامةً يعني نفسي في تفاعل، أنا مش هاممني كومنتات والlove والreaks والحاجات دي كلها، ده يعني ده إذا وجدت عمله فاعمله، بس أنا عايز يعني interactions بني آدميني، حاسس إن اللي عندي روبوتات كده يعني مش عايز حاجة قد ما إن لو أنا ضايقتك ادخل اشتمني أبسط حاجة، لو الحلقة عجبتك قُل لي حلوة that's it يالّا. وبس كده، دي كانت حلقتنا، أتمنى إن هي تكون عجبتكم، ويالّا بينا يا باشواتكم يا هوانم عدّوا معايا، 1، 2، 3 ودي الحكاية ودي الرواية وبس كده، سلام.